والتعاون صلاح الدين مزوار وصف في تصريح انتخاب المغرب عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان بالاعتراف الدولي لما يقوم به المغرب في من إصلاحات شاملة بقيادة جلالة الملك. لنتابع. هذا اعتراف دولي قوي بالإصلاحات اللي كيقوم بها المغرب بقيادة جلالة الملك ومنذ تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين. المغرب قام بإصلاحات، المغرب غادي بوتيره ديال البناء، واساسا كل ما هو مرتبط، وحنا دخلنا في الجيل الثالث من الاصلاحات المرتبطه بحقوق الانسان. اليوم كيجي اعتراف دولي واسع ليؤكد بان المغرب بلد ديال الديمقراطيه، بلد ديال الحريه، بلد ديال حقوق الانسان، بلد ديال المبادرات. وكذلك كيأكد بان الخصوم اللي كيحاربونا وكيتاجروا بمسألة حقوق الإنسان اليوم جاهم الجواب الدولي اليوم.